سيكون لهذه الثقافة الغربية بالغ الأثر في تحديث الإدارة والمؤسسة المخزنية، مع رجوع البعثات التعليمية المغربية التي أرسلها السلطان الحسن الأول 1873 إلى 1894 إلى بلدان أوروبا الغربية، ومن خلال فرض الحماية الفرنسية عام 1912 التي تحدث بندها الأول عن إصلاح وعصرنة المجالات القضائية والتعليمية والمالية والعسكرية، دون أن يتعارض ذلك مع تقليد احترام سيادة السلطان والحفاظ على العقيدة الإسلامية. وكان أهل الحل والعقد من بورجوازية فاسية وقادة وعلماء ووجهاء وشيوخ قبائل وزوايا قد لعبوا أدوارا سياسية مهمة في حكم البلاد وخدمة الرعية تسهيلا لمهمة السلطان في الحكم. وستشهد عشرينيات القرن الماضي بزوغ جماعات وتنظيمات سياسية بعد عقد على دخول فرنسا المغرب. من رحمها ستولد أحزاب سياسية حديثة شبيهة بما عرفه الغرب. نشأت الأحزاب السياسية المغربية كرد فعل على السياسات المنتهجة من قبل سلطان الحماية، سواء كانت فرنسية أو إسبانية. لذلك شكلت منذ البداية الإطار التنظيمي للحركة الوطنية المغربية، وهو ما يمكن اعتباره تحولا كبيرا في فكرة وممارسة النخبة الحضارية، بتأسيس إطار أقرب ما يكون إلى الحزب تحت اسم كتلة العمل الوطني عام 1934، إضافة إلى أحزاب أخرى أهمها حزب الاستقلال الذي تأسس عام 1944 وقدم حينها وثيقة المطالبة بالاستقلال بعدما كان سقف المطالب لا يتجاوز الإصلاح. أحزاب أعادت للسلطان هبته السياسية والدينية لتجاوز الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال عفوا من خلال قمع وتعذيب وتنكيل بالشرفاء ومحاولة خلق شرخ وهوة بين العرش والشعب بنفي محمد الخامس خارج الوطن عام 1953 وإحداث فراغ مؤسساتي لم يتعود عليه المغاربة الذين ألفوا مفهوم الدولة وقيمة النظام منذ الأدارسة 171 هجري إلى 788 ميلادي، لإرباك الوطنيين في علاقتهم بقواعدهم وبالسلطان الرمز الجامع للأمة. كان ذلك مسعى فشلت فيه سلطات الحماية الفرنسية والإسبانية، فالسلطان محمد الخامس عاد أقوى من قبل وحظى بعطف الشعب المغربي كله ليشرع في إرساء اللبنات الأولى لمستقبل البلاد سياسيا وتحقيق نقلة نوعية تمثلت في أول دستور للمغرب عام 1962 سيتحدث عن الملكية للمرة الأولى. الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين. وحسب المفكر المغربي سعيد بن سعيد، رجعنا إلى سعيد بن سعيد الذي ذكرناه قبلا وهو مغربي الأصل، النقلة الكبرى من سلطان المغرب الذي لم يكن بالضرورة في صلة التحام مع الشعب المغربي إلى ملك المغرب الذي يجسد السيادة الوطنية ويمثل الأمة المغربية، تعني الانتقال من تصور سياسي للسلطة والدولة والحكم هو ذاك الذي كان الشأن عليه ليلة استعمار المغرب، وكان الحال عليه في عهود متصلة يسمها العصر الوسيط بميسمه إلى وجود سياسي معاصر تتحدث فيه للسلطة السياسية عفوا وظائف واضحة، يكون المجتمع فيها تعاقدا اجتماعيا واضحا دقيقا، وتكون في الملكية نظام ملكية دستورية واضحة الأركان دقيقة الملامح. يعتبر نظام الحكم في المغرب ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية تقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، وعلى الديمقراطية المواطنة والتشاركية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ضمن إطار عام يمزج
الممزج بين الدين والتاريخ وموكبة روح العصر. وقد دستر هذه الاعتبارات في الفصلين 41 و42 من دستور 2011 الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها. يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية. الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرتها الحقة. ويجسد ملك المغرب حسب المفكر محمد نور الدين آفايا 3 وظائف اجتماعية وسياسية، فهو شريف سليل نبي الإسلام وخليفة أي أمير المؤمنين، مع ما يفترضه ذلك من احتكار للإنتاج الرمزي على صعيد المجال العمومي ومن استجابة من طرف المؤمن. علاوة على ذلك هو سلطان يرأس مؤسسة المخزن ويحكم الناس ويترك إدارة أمورهم للجهاز البيروقراطي. ويقدم الملك بصفته الأب الأسمى الحريص على مصالح وتطلعات أبنائه، القادم على تأديبهم ومعاقبتهم عند الاقتضاء. وقد كان الملك الحسن الثاني حريصا في كل مناسبة على تأكيد وصياته الأبوية على كل المغاربة، ولم يكن يتردد أبدا في الإصرار على المحافظة على هذا الدور. ومع ذلك فإن ثقل المشروعية التاريخية ورمزيتها في هندسة السلطة السياسية في المغرب لا يحول دون وجود حداثة سياسية، لأن البلاد اعتمدت مجموعة من الأفكار الحداثية وسلسلة من التدابير التحديثية، لعل أهمها اعتماد آلية دستورية في الحكم منذ عام 1962. عدلت سنوات 1970 و1972 و1992 و1996 و2011 كدليل على حيوية الأحزاب السياسية خلال السنوات الماضية وحركية المجتمع المدني وتفاعل المؤسسة الملكية مع القواعد، خصوصا أنها استندت جميعها إلى مبدأ فصل السلطات، واعترفت منذ عام 1992 بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. عفوا إخوان. الوجود اليهودي بالمغرب يعود إلى 1586 قبل الميلاد. الوجود اليهودي بالمغرب قدم اليهودية، ويرجح عدد من الدراسات أن قدمهم إلى شمال إفريقيا جاء في أعقاب خراب الهيكل الأول في عام 586 قبل الميلاد. وتوالت بعد ذلك الهجرات، بينما يذهب اعتقاد آخر أن اليهودية انتشرت بين سكان المغرب الأوائل، وهذا ما تعززه بعض الدراسات الحديثة للمعلم الوراثي هابلو جروب أو الهابلو جروب. بينما عززت الهجرات اللاحقة التواجد السكاني اليهودي في المغرب، إبان سقوط الأندلس في أواخر القرن ال15 التي جاءت بعد ظهور علامات النفي والترحيل والطرد لليهود والمسلمين من الأندلس في سنة 1492 والبرتغال في 1497. ويوجد نحو 36 معبدا يهوديا في المغرب، وعدد هام من الأضرحة والمزارات اليهودية في مختلف المناطق المغربية، أشهرها في فاس، كنيس دنان، الصويرة، وزان، مراكش، تارودانت، صفرو، وجدة، وتطوان. وتماشيا مع قوانين الجنسية المغربية، صدر قرار الدولة المغربية سنة 1976 بعدم إسقاط الجنسية المغربية عن اليهود المغاربة الذين هاجروا في المراحل السابقة، وبذلك يمكنهم العودة إلى بلدهم متى شاءوا باعتبارهم مواطنين مغاربة. كانت الإحصاءات الأولى تشير أن عدد المغاربة اليهود القاطنين في المغرب بلغت حوالي 200 ألف، وهو ما كان يشكل حوالي 10% إلى 15% من سكان المغرب.